صباح النور اخواني اخواتي ونهاركم مبروك. كنتمنى ان هاد الوصفه هاد النهار تعجبكم وتنال الاعجاب ديالكم. فإلا عجبتكم بطبيعه الحال ما تنساوناش باللايكات ديالكم وبالاشتراكات ديالكم فضلا وليس امرا. هذا النهار عندي معكم غندير الفخيضات ديال الدجاج في الفران، كيجيو رائعين جدا، وكذلك الفول مشرمل اللي كيجي بنين بنين بزاف. بطبيعه الحال الفول راه ماشي يعني طري كيما كنشريوه، وانما ديال الثلاجه كنشتاقوا داك الفول ديال المغرب، ولكن ما عندنا ما نديرو، كنشريوه غير مجمد اللي كنتشهاوه كنديرو هكاك مشرمل. ولكن الانسان كيدير له داك العطريه والتوابل ديالو راه كيجي بنين. وبالنسبه هنا كما كتشوفوا الدجاج كيجي طايب فتي رائع. بالنسبه للتشرميله ديال الدجاج كنحتاج واحد المعلقه ديال الخرقوم، واحد المعلقه ديال الفلفل الاسود، ومعلقه ديال التحميره، ومعلقه ديال الزنجبيل. انا كندير غير معلقه صغار لان ما عنديش الفخيضات بزاف، يعني غير واقيلا شي 6. ومعلقه كذلك ديال الملحه. هاد التشرميله راها كتجي زوينه. وكندير واحد شويه ديال هذه راها الهريسه، كتباع في القرعه واجده هذه. كندير واحد شويه د الهريسه، اللي ما بغاش يدير الحار ما يديروش، يستغنى عليه، ولكن كيجي بنين، حنا كنبغيو الحار بزاف. وكذلك غادي ندير صوص الصوجا. كندير تقريبا واحد المعلقه كبيره ديال صوص الصوجا اللي كيصلح للدجاج بزاف، يعني كيتدار بزاف. وهذه عندي واحد شويه ديال التوابل ديال الدجاج، يعني العطريه ديال الدجاج، كندير واحد شويه منها. وهنايا عندي الثومه بودره، كندير الثومه مطحونه. من بعد كندير واحد تقريبا 4 كاس ديال لاصوص طوماط. وكنبقى نخلط هذا الشيء هذا، وكنزيد واحد شويه ديال الخل اللي كنزيدو باش كنخلط به هاد الشرميله هذه، باش كتجي شويه جاريه، ماشي بزاف وانما كتكون شويه قاصحه، باش كنشرمل بها الدجاج باش كيبقى داك التشرميله شاده فيه. فهنا كنخلط هاد التوابل كامله، كنحاول ندمجها بعضياتها. كنزيدها واحد الجغيمه هنايا ديال الخل، خل التفاح عندي هذا. وكنخلط هذا الشيء مزيان، ومن بعد كنشرمل به داك الفخيضات ديال الدجاج. قبل ما كنشرملهم راني كنرقدهم كنغسلهم بالليمون والملحه وداك الشيء، ومن بعد كنرقدهم في الحليب وشويه د الملحه. كيترقدوا واحد الساعه ولا ساعتين هكاك. وملي كنرقدهم مزيان كنخليهم كما كتشوفوا هنا. انا ما تصورليش في الاول فاش كنديرهم في الحليب، كنرقدهم في الحليب، كنستقطرهم من داك الحليب، كنلوح داك الحليب من طبيعة الحال، كنحيدهم وعاد كنديرهم يتشرملوا في هاد الشرموله هادي، راه كتجي شاده فيهم مزيان. ومن بعد كنفورهم، كنديرهم يتبخروا. هاد الفخيضات راهم كيتبخروا قبل ما كنديروهم في الفران. من بعد ما كنسالي التشرميل ديال هاد الفخيضات هادو، كنخليهم راقدين في هاد التشرميله واحد ربع ساعه اولا ثلث ساعه. كنخليهم راقدين مزيان وكنغطيهم بالسلوفان. وغادي نمشي دابا نوجد الترموله ديال الفول اللي وريتكم اللي غادي نديرو. هذا غنخليه يرقد شويه، من بعد عاد غنديرو في الكسكات يتفور، باش كتشرب فيه داك شرموله، كتشرب فيه بزاف، يعني هو كيشرب شرموله مزيان. وكنخليه الى جانب. بالنسبه للتشرميله ديال الفول، هنايا عندي واحد البصله مقطعه مشلضه، شويه د القزبر ومعدنوس، الابزار، الثومه، فلفله حمراء، شويه د الكمون وشويه د الملحه. وكنزيد هنايا واحد شويه ديال الزيت البلديه.
وكنحمر شويه هاد التشرميله هادي مع هاد البصله هادي، كنشوحها شويه في المقله حتى كتحمر، ماشي كتحمر يعني غير شويه كتاخذ واحد اللون هاد البصله هادي، لان كل ما كتكون شاده راسها شويه البصله كل ما كتحمر قبل ما كنديروا فيها نزيدوا فيها الفول كتجي بنينه بزاف. وهنا غادي نخليها غير شويه تشد راسها، وغادي نمرقها شويه بالماء، ومن بعد غنزيدها واحد شويه د لاصوص ديال مطيشه، واحد نص كاس هكاك صغير، وغادي نخليها شويه تقلى، لان هذا الفول اللي حنا كنشريوه مجمد راه دغيا كيطيب، يعني ما ياخذش وقت كتير، يعني كيكون فتي دغيا كيطيب، راه كيكون منقي ناضي في البلاستيكه. غير انا دايره في واحد الجبانات، يعني هو ولا جلبانه ولا ملي كنشريهم كنديرهم في الجبانات هكا، هنا دايره في الجبانه فارقه هو والجلبانه. ما الجلبانه ما بغيتش نديرها لان ما كياكلهاش مول الدار، غندير غير الفول، وانا عزيز عليا الفول هكايا بوحديتو. فهنا غادي ندير الفول في هذه المريقه هذه اللي درت، وغنخليه يتقلى ويطيب مزيان، غنقص عليه وغنخليه يطيب على خاطره. وفي الاخير غندير واحد الطريف ديال الليمون محمض، عندي الليمون حامض مصير، كندير عليه واحد الطريف من الفوق وكنخليه، يعني حتى داك الليمون كيعطي واحد النكهه زوينه. وهذا ما كان، هنا غنخلي الفول يطيب، وهنايا كنوجد من بعد ما تفوروا داك الفخيضات، هنا كنوجد لهم داك الطحين ديالهم اللي غادي نديرو فيه باش غادي نديرهم في الفران. هنا عندي واحد البيضه كنطربها مزيان، هنا عندي شويه ديال الدقيق الابيض، وكذلك لا شابلور هنايا راه ديجا تفور وبرد. اول حاجه كندير شويه ديال الدقيق الابيض، من بعد عاد كنديرهم في البيض، ومن بعد عاد كنديرهم في لا شابلور، ومن بعد كنستفهم في واحد اللاطه اللي غادي نديرهم في الفران. وهكذا غنبقى ندير هاد الخيطات كاملين نكملهم، وغنخلي داك الفول يوجد، وغتبقاو معايا الى اخر الفيديو حتى تشوفوا الطبق الاخير. والسلام عليكم ورحمه الله. فبطبيعه الحال ما تنساوناش مره اخرى باللايكات ديالكم، الاشتراكات ديالكم، والتعاليق كذلك فضلا وليس امرا. والى اللقاء في وصفه اخرى ان شاء الله. ملك الحب ملك الحب ملك الحب. Şimdi gitsin gözün arkada kalmasın. Bulurum açık kalpler kendime. Sen derdine yan git hadi güle güle. Benim ahımla gidebiliyorsan ilerle.